هلو 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 عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير وسعادة وسلام. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة طبعا السنة الجديدة، وكمان بمناسبة الإسراء والمعراج. ربنا يا رب يعيدها عليكم الأيام كلها بخير، وربنا يجعلها إن شاء الله سنة سعيدة. هتقولي لي هدير اتأخرتي؟ هقول لكم لا، اتأخرت حبة صغننين بس قد كده، ما اتأخرتش كتير. بس عايزة اقول لكم ان انا لما برجع بأي فيديو برجع دايما بمنتج فعلا يكون يستاهل، وبرجع فعلا بحاجه اتكلم عنها فعلا تستاهل ان انتوا تسمعوها، وفعلا تستاهل كمان انكم تجربوها. فحضري بقى النسكافيه بتاعك او الكابوتشينو بتاعك وتعالي بقى اسمعي الفيديو بتاع النهارده، لان المنتج بتاع النهارده صدقيني هتجري تجيبيه من جماله وحلاوته. تلات ارباعنا بيدوروا على منتج زي ده خاصة في الشتاء، فلازم تسمعي الفيديو ده للآخر. قبل ما تكملي الفيديو انزلي على طول دلوقتي اعملي اللايك الحلو بتاعك للفيديو، والناس اللي بتتفرج وبتنسى تعمل اللايك بليز ما تنسوش اللايك، لان اللايك مهم جدا جدا للفيديو. وكمان لو انت مش مشتركه اعملي اشتراك في القناه وفعلي الجرس على الكل، اللي هو الجرس اللي عليه علامه الكل ده، عشان يوصلك اي حاجه انا بنزلها، بوست شورت فيديو، اي حاجه انا بنزله يوصلك لازم تفعلي الجرس ده. ويلا على طول دلوقتي نبدا الفيديو بتاعنا بالمنتج بتاعي القمر اللي جاي اتكلم عليه. هتكلم عنه النهارده كريم حرفيا هيغير بشره جسمك، حرفيا هيخلي جسمك زي البيبي، زي بشره البيبي كده بالظبط. وده مش كلام ابدا، انا بقالي تقريبا اسبوعين بس بجرب المنتج ده، وعايزه اقول لكم ان انا من كتر ما هو ابهرني بالنتيجه وقد ايه حسيت ان هو حلو، ما ينفعش ان انا اسكت او ما اتكلمش عنه، لانه من اول اسبوع على طول هتشوفي الفرق وهتلاحظي النتيجه على طول على جسمك. وبما ان احنا في الشتاء وعندنا مشكله الجفاف اكترنا بيعاني منها، حتى الناس كمان اللي بشرتها دهنيه بشره جسمها دايما بتبقى جافه، وبيبقى فيه جلد وزه، وبيبقى فيه زي شروخ كده مقشره او زي شروخ كده ناشفه في الجسم، خاصه في منطقه الرجل وخاصه في المناطق اللي هي هنا. الكوع بينشف جدا جدا في الشتاء من كتر ما انت مثلا بتسندي، او من كتر ما بيبقى جاف، من كتر الوضوء كمان لما بنقعد نتوضى كتير لحد كوعنا بيبقى كل المنطقه دي ناشفه، وبتبقى حتى لونها بيبقى متغير. ونفس الحوار برده في الركب، واللي هي الرجل من بعد الركبه كده لحد الرجل من تحت، دي كلها اكترها بتبقى مقشره وجافه وفيها جلد وز بيبقى باين جدا جدا. وده بيبقى نتيجه بسبب قله الميه في الجسم او قله ترطيب الجسم، البشره بتاعه الجسم. وكمان خاصه في شهر فصل الشتاء، فصل الشتاء اصلا يعني هو جاف، الرطوبه بتبقى عاليه والجفاف بيبقى شديد، فلو انت بشرتك اصلا مش دهنيه بتبقى جافه، فبتزيد جفاف، بتبقى شديده الجفاف كمان في الشتاء. فلازم لما تيجي تستخدمي كريم او تستخدمي اوليو او تستخدمي اي حاجه، تبقى حاجه مناسبه جدا جدا للجفاف الشديد ده، وفي نفس الوقت تلعب على حاجات تانية كمان مش بس على الجفاف. عايزه اقول لكم ان انا جربت منتجات كتير جدا جدا جدا، منتجات معروفه ومنتجات طبيه ومنتجات كمان بتاعه السوبر ماركت اللي هي منتجات التسويقيه العاديه. في منها اللي كان بيبقى كويس بمعنى يعني بيبقى الجلد مترطب لمدة كام ساعة، مجرد ما يجي على الجلد مية، المية بتاخد الكريم وبتنزل، وبيبقى الجلد رجع تاني ملمسه ناشف تاني، ما بيرجعش ابدا زي الاول. وفي الكريمات اللي هي بتبقى برضو ساعة ساعتين برضو بترطب لحد كبير، وبتحس ان ايدك اترطبت، او الحتة اللي هنا دي اترطبت، او الحتة اللي هي عند الافخاذ بالرجول برضو اترطبت، بس ما بتقعدش، يعني النتيجة ما بتطولش معاكي، هو مجرد بتبقى النتيجة وقتية، وبيبقى الجلد نفسه ما تشربهاش، بيبقى الجلد طبقة الجلد الخارجية بس اللي خدت الكريم او امتصت الكريم، انما الطبقات الداخلية بتبقى ما امتصتش الكريم كله. عنه النهاردة كريم خفيف جدا جدا جدا، سهل الامتصاص جدا، ما بيعملش اي طبقة دهنية او ستيكي، او ان انت بتقعدي فترة عشان خاطر ينشف، او ان انت بتحسي ان انت ما بتلبسي حاجة بتلزق، لان انا جربت كل الحاجات دي. انا كمان من الناس اللي ما بحبش الاوليو، معرفش هل كل الناس زيي ولا لا، بس الاوليو بالنسبه لي بيبقى تقيل، يعني انا بشرتي جافه بس بيبقى تقيل بالنسبه لي، فانا ما بحبوش بصراحه. ده غير ان هو بياخد وقت في ان البشره تمتصه، مش عارفه، بحس ان هو حاجه وقتيه برده، ما بتعملش اي تاثير اللي هو تاثير اساسي او تاثير جذري في طبيعه الجلد نفسها. فاحنا لما كنت بدور على حاجه تعمل لي تاثير او تغيير جذري في الجلد نفسه. يعني انا عندي كمان مشكله هنا في ايدي بتظهر دايما، عندي زي اكزيما كده، ان بيطلع لي ما بين صوابعي هنا كده، بتنشف جدا لدرجه انها بتحمر وبتعمل خطوط كده كانها حد مجرحها بسكينه، بسبب الجفاف وبسبب المواعين وبسبب الوضوء والحاجات دي كلها. فاي كريم كنت بستخدمه، اي كريم، جربت كل الكريمات من الصيدليه ومن السوبر ماركت زي ما قلت لكم، وحاجات تجميليه، كل الكريمات كان مجرد لما كنت بحطها
تأثير بيبقى بسيط جدًا، يعني مجرد ما أقوم من النوم مثلًا أو مجرد إن أنا أقوم أغسل إيديّا أو أغسل مواعين أو أتوضّى، الكريم بينزل كلّه وبترجع بشرتي تاني جافة نفس الجفاف هو، والحرقان اللي هنا التقطيع ده زي السكينة. أكيد كل الناس، أنا متأكدة إن ناس كتير أوي بتعاني من المشكلة دي، موجودة برضه معايا في إيدي وموجودة في جسمي زي ما هي، ما اتغيّرتش ولا كإني حطيت أي حاجة. أمّا الكريم اللي أنا باتكلم عنه دلوقتي، الكريم ده حرفيًا زي ما قُلت لكم من أول يومين 3 الإيد مترطبة جدًا، البشرة مترطبة جدًا، باغسل إيدي، باتوضّى، ما فيش أي حاجة بتروح، أنا إيدي كإني لسه حاطة الكريم. الترطيب مش بيبقى على الطبقة الخارجية، الترطيب بيدخل لطبقات الجلد الداخلية، فالكريم من كتر ما هو خفيف والجزيئات بتاعته صغننة، فبيتغلغل جوه طبقات الجلد اللي جوه، فبيرطب أعماق الجلد. حرفيًا الكريم أبهرني بالنتيجة وأبهرني قد إيه هو حلو. زي ما قُلت لكم خفيف جدًا، 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 عامل زي المَيّة، هو ملكي كده عامل زي المَيّة، البشرة بتشربه في ثواني. الترطيب بتاعه غير طبيعي، الترطيب بتاعه حلو جدًا، يعني عشان خاطر تأثير الكريم يروح لازم تقعدي فترة، يعني لازم تقعدي مثلًا أسبوع والّا حاجة ما بتستخدميهوش، مع إن أنتِ بتغسلي كل شوية مثلًا بصابون أو بتاخدي shower تستخدمي الشاور جل أو كده أو الكلام ده، فتأثيره يبتدي يروح واحدة، واحدة بالتدريج كمان، مش بيروح على طول في ساعتها. فالكريم ده بصراحة أنا مش عارفة هو يعني إيه التركيبة بتاعته اللي مخلّياه عامل المعادلة الصعبة ما بين إن هو كريم خفيف جدًا سهل الامتصاص بشكل فظيع، وما بين إن هو بيرطّب طبقات الجلد الداخلية بالشكل الجميل ده. غير كمان إن الكريم مش بس إن هو بيرطّب ترطيب عميق للجلد، لأ ده كمان بيفتّح. الكريم بيفتّح يا جماعة المناطق الغامقة في الجسم، الأماكن اللي عند الكوع اللي هنا من كتر السند عليها اللي بتلاقيها لونها مختلف عن بقية الجسم، حرفيًا بيفتّحها. الركب من كتر السندة مثلًا أو من كتر ما أنتِ مثلًا بتصلّي على رجلِك، من كتر ما أنتِ مثلًا عندِك كان مشاكل قبل كده أو حاجات قبل كده أصلًا في رجلِك أو متعوّرة أو في أي مشكلة في الركب بيفتّحها. وكمان بيساعد على تقليل الحبوب اللي هي بتظهر هنا في المنطقة دي اللي عند الدراعات في ضهرِك من ورا، اللي هي بتبقى عاملة زي حبوب الشباب دي، اللي هي بتبقى حبوب بيخرّجها الجسم أو بتبقى دهون زيادة في الجسم، بيساعد على تقليل الحبوب دي ما يخلّيهاش تظهر تاني. كريم كمان مش بس بيفتّح وبس بيرطّب، لأ كمان ده هو بيخلّصِك من حبوب الشباب اللي بتظهر في الجسم في مناطق مختلفة من الجسم زي الدراعات وزي الضهر من ورا وزي كمان المنطقة اللي هي فوق الفخاد من فوق دي. أي منطقة أو أي حاجة فيها حبوب شباب أو فيها حبوب اللي هي بتظهر نتيجة إفرازات الدهون الزيادة في الجسم، الكريم كمان بيخلّصِك من المشكلة دي طبعًا مع الاستخدام، مع فترة كبيرة من الاستخدام. فالكريم كامل متكامل، مش هتحتاجي تستخدمي معاه أي حاجة تانية. بجد الكريم أبهرني، أبهرني. أنا كان عندي هنا لينيا كده كانت فارقة عندي، أنا عشان بالبس نُص كُم في الصيف، فكانت عندي لينيا هنا فرق لون. أنا حرفيًا دلوقتي الموضوع تقريبًا يعتبر ما فيش، مش موجود. كريم بجد من أول أسبوع كل الحاجات دي أنا انتهت عندي واختفت، وباحس إن أنا جسمي زي البيبيهات، فعلًا حرفيًا زي البيبيهات. الكريم عندنا هنا بيرطّب ترطيب قوي جدًا، جدًا، بيفتح الأماكن والبقع الداكنة والتصبغات اللي موجودة في الجسم، وبيخلّصِك من حبوب الشباب اللي موجودة في الجسم كمان، لإن هو فيه 4 مواد مهمة جدًا، جدًا لحل وعلاج المشاكل اللي بتقابلنا في جسمنا، سواء حبوب، سواء تشقُّقات، سواء حاجات داكنة، بقع داكنة، أماكن داكنة عن بقية جسمنا. في النياسيناميد وأنتم عارفين النياسيناميد وأهميته في إن هو بيحارب اللي هي حبوب الشباب، الحاجات اللي بتطلع حبوب كده صغننه في الجسم، وكمان بيساعد على تنوير وتفتيح الجسم. وكمان في الهيالورونيك اسيد، وده قد ايه هو مهم جدا جدا لترطيب الجسم وحبس الرطوبه في الجلد. وكمان في تشنتيلا اسياتيكا، وانتم عارفين اهميه الماده دي في المنتجات الكوري كلها تقريبا فيها التشنتيلا اسياتيكا، وهي ماده بتخفف من التهاب او تحسس الجلد او اي مشكله موجوده في الجلد، هي بترطبها جدا وبتهديها وما بتخليش اي فيه تهيج في الجلد. ورابع ماده بقى وهي زي ما تقولوا كده البيج بوس بتاعهم كلهم، وهي الجلوتاثيون. الجلوتاثيون ده ماده مضاده للاكسده قويه جدا جدا جدا، بتقلل من التجاعيد، بتقلل من الشيخوخه، بتقلل من التهابات الجلد، بتساعد على تقليل انتاج الميلانين في خلايا الجسم او البشره، يعني اي منطقه غامقه بتساعد على تفتيحها وبتقلل من التصبغات وبتقلل من بقع الدكنه، بفضل انها بتساعد على تقليل انتاج الميلانين ده. بالتالي التصبغات اللي موجوده في اي مكان انت بتحطي عليه الكريم بتبتدي تقل واحده واحده، وبتبتدي يرجع لون الجسم اللون الطبيعي بتاعك تاني. ده غير بقى كمان زي ما انا قلت لكم كده الناس اللي عندها زي ما قلت لكم اكزيما او عندها صدفيه، الكريم كمان بيعالج المشاكل دي، يعني اي مشكله موجوده في الجلد الكريم بيعالجها. الكريم حرفيا حرفيا زي السحر.
اديته كمان لواحده صاحبتي عندها دايما مشكله، متهيألي برضو ان اكترية الناس بتعاني منها، ايديها كف ايديها من هنا كله دايما تشققات من كتر غسيل المواعين، من كتر ما هي ايدها دايما تحت الميه والكلور واللي هي الحاجات اللي هي منتجات التنظيف والحاجات دي. فايديها دايما هنا تيجي تسلمي عليها تحس ان انت مسكتي شوك حرفيا، تحس ان انت ايدك دي بتشوكك من كتر ما هي يا عيني على طول ايديها دي متقطعه كده ومتجففه، والجلد الجلد ميت تقريبا، وكله عباره عن جلد ناشف وطالع كله، فهي كانت متدمره، ايديها متدمره. عايزه اقول لكم برضو ان هي جربت منتجات كتير جدا جدا، برضو منها اللي كان بيقعد يوم يومين اسبوع مش اكتر من كده، ومجرد ما تحط ايديها في الميه او تحط ايديها في الصابون الكريم بيطلع من ايديها وايديها بترجع زي ما كانت. الحاجه الوحيده اللي عملت معاها مفعول وبتقولي حرفيا انا حاول مره في حياتي تبقى ايدي حلوه وناعمه كده وتفضل كمان ناعمه حتى تحت بعد ما احطها تحت الميه، هو كان الكريم ده. حرفيا جبت لكم حاجه سحريه، يعني اي مشكله في جسمك، اي مشكله في جسمك الكريم ده هيحلها. زي ما قلت لك، التهابات في جسمك، تشققات، جلد الوزه، جلد الوزه يا جماعه، الناس اللي بتعاني من جلد الوزه الكريم ده هيعالجها، الكريم ده هيرطبها. الناس اللي بتستخدم شيفنج لجسمها الكريم ده هيرطب معاكي جدا جدا جدا، ومش هيخلي الشعر او جذور الشعر لما تيجي تطلع انها تشوكك او انها تلهبك او الكلام ده كله. مع الكريم ده مفيش اي حاجه من الكلام ده، غير ان هو خالي من العطور والكحول، فبالتالي مش هيسبب لك اي التهاب او اي تحسس، مناسب جدا جدا لكل البشرات، امن جدا جدا. وزي ما قلت لكم ان هو فيه تشنتيلا اسياتيكا، فبالتالي مش هيسبب لك اي مشكله خالص مهما كانت طبيعه جسمك. انت عماله تشوقينه وعماله تقولي الكريم جامد والكريم حلو، طب اسمه ايه؟ هو عامل ايه الكريم؟ اللي هو من براند اسمه ابي لاب، ده براند كوري برضو. طب بصوا، يعني اي حاجه حلوه بصراحه، الكوريين يعني اثبتوا كفاءتهم في المنتجات. بصراحه انا حاليا دلوقتي ما بستخدمش غير منتجات كوري، سواء للجسم او للبشره. منتجات كوري يا جماعه ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، ما فيهاش مواد بعد الشر مسرطنه او فيها مشاكل، ما فيهاش مواد كيميائيه، ما فيهاش عطور وكحول. فبالتالي انت بتستخدمي حاجه وانت مطمنه وانت امنه على بشرتك وجسمك. اسمه ابي لاب، هحط لكم صورته هنا، تمام، من براند كوري اسمه ابي لاب روتاسيوني نياسيناميد بادي لوشن. من احلى، هو مش من احلى، هو احلى بادي لوشن انا استخدمته في حياتي، في حياتي، سواء كان طبي او تجميلي او من السوبر ماركت. احلى بادي لوشن انا استخدمته في حياتي. هترمي كل الاويلز وكل الكريمات اللي موجوده عندك بفضل الكريم ده، هتحبيه جدا جدا، خفيف جدا جدا في الامتصاص. جسمك وبشرتك هيختلفوا بشكل كبير جدا 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 بعد استخدام الكريم ده. عايزه اقول لكم ان حاجه صغننه جدا جدا بتكفي جدا جدا. يعني بصوا، هعمل كل ايدي، كل ايدي بالحته الكريم الصغننه اللي انا حطيتها دي، كل ايدي. ولسه كمان بصوا هنا في كمان لسه كتير، انا ممكن امد لتحت كده كمان. عايزه اقول لكم بصوا، شايفين الفرق؟ انا الاول كان عندي الحته دي هنا دي سودا كده ومقشفه وفيها خطوط كده، الحمد لله الكلام ده خلاص ما بقاش موجود. ونفس الحوار ايدي، والحمد لله الفروقات في اللون ما بقتش موجوده زي الاول. الكريم ده انا جايباه من على موقع يس ستايل. انا كل المنتجات الكوري بتاعتي او اي منتجات انا بستخدمها بجيبها على طول من على يس ستايل. ودلوقتي كمان موجود تخفيضات اللي هي بتاعت اخر السنه، وكمان بالاضافه ان في الكود بتاعي هحط لكم كمان هنا، هيديكي كمان بالاضافه للخصم اللي موجود او التخفيضات اللي موجوده جاء اوريدي في يس ستايل، هتلاقي كمان الكود بتاعي ده هيديكي 5% كمان زياده خصم. فلازم تستغلوا الايام دي وتجيبوا الكريم القمر ده، واي كريم تاني من اي براند كوري او اي حاجه تانية انا اتكلمت عنها كلها موجوده على يس ستايل، هتعجبكم جدا جدا جدا. وفعلا فعلا مش تبقى فلوس مرميه على الارض، هتفرق جدا في بشرتكم وجسمكم وفي شعركم كمان. قلت لكم هسيب لكم لينك المنتج او لينك الكريم تحت في صندوق الوصف وكمان في الكومنتات عشان تدخلوا من اللينك على طول عشان تقدروا تشتروا المنتج على طول. وما تنسوش تستخدموا الكود بتاعي عشان يديكم خصم كمان زياده 5%. وكده يكون خلص معايا الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش تعملي اللايك الحلو بتاعك للفيديو، وكمان تفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل الحاجات اللي بنزلها. ولو انت لسه مش مشتركه لازم تشتركي، لان القناه فعلا هتعجبك وهتستفيدي منها جدا جدا. اشوفكم على خير ان شاء الله المره الجايه، واقول لكم هتوحشوني من هنا للمره الجايه حبايب قلبي. باي باي.